هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه. النهارده بقى هنعمل فطاير السينابون. عملنا السينابون مع بعض قبل كده وحبيتوه جدا والطريقه عجبتكم. هنعمل بقى النهارده فطاير السينابون بطريقه مختلفه شويه، نقدمها مع كوبايه شاي كده او كوبايه نسكافيه. حاجه في منتهى الجمال بجد. كمان يعني هتدفينا جدا في الشتا ده. حاجة كده عبارة عن رولات كده في قلب بعض، حقيقي في منتهى الجمال. يلا نشوف المقادير. معايا 5 كوبايات من الدقيق، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، و2 بيضة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان معايا معلقتين كبار من لبن البودر او الحليب البودر، ومعايا 5 معالق كبيرة من السكر، ومعلقة ونص كبيرة من الخميرة، خميرة فورية او 3 معالق صغيرين، ومعايا كوباية من الزبدة بحرارة الغرفة، وكوب ونص من الحليب. هننزل بقى باللبن او بالحليب كده، وبعدين هننزل البيضتين برضو بحرارة الغرفة، وهنقلبهم كده مع بعض. يعني هنقلبهم عشان يبقى بس البيض مع اللبن كده خليط واحد. وهضيف كمان معلقة كبيرة من الخل، قلنا طبعا ده تحسين للعجين. وبقى هضيف السكر واللبن البودر والخميرة، وهقلب الخليط ده كده مع بعض، بحيث عاوزين ندوب السكر، يعني السكر هيدوب كده مع المكونات دي بس. وبعدين هنضيف بقى الدقيق عليه رشة ملح. هننزل بالكمية كلها، قلنا دول 5 كوبايات. وهننزل بمعلقة البيكنج باودر، وبعدين هنبدأ بقى نقلب الخليط ده ونعجن، بس هنلمه الأول بالسباتيولا كده. طبعا وانتوا بتعجنوا لو حسيتوا ان انتوا محتاجين اكتر من كوباية ونص من اللبن، هتضيفوا طبعا اكتر على حسب امتصاص الدقيق. يعني كل مرة اقول لكم كده، ممكن نحتاج اكتر من كوباية ونص من اللبن، ممكن نحتاج اقل، على حسب العجينة معاكم ايه. يعني انا ضفت اهو. هنبدأ نلم فيها بقى كده، وبعدين هنبدأ بقى في العجن بايدينا عادي او بالعجان طبعا. هي عاوزينها تكون طرية كده، يعني في الاول تكون بتلزق كده وما زالت بتلزق كده شوية. يعتبر العجاين او المعجنات كلها طبعا تبقى ناجحة معاكم لو ما خليتهاش ناشفة، يعني تبقى طرية كده شوية. هنضيف بقى الزبدة، يعني كوب الزبدة بحرارة الغرفة عشان يعني يدوب معاكم بسهولة. هتحسوا في الاول ان العجينة فصلت كده، ويعني قوامها مش احسن حاجة، بس كملوا عجن فيها. هتبقى هتبقى تحفة بجد. بصوا بقت قوامها بقى قوامها خطير حقيقي، طرية جدا، وملمسها حلو. يعني تعرفوا نجاح العجينة من وانتوا بتعجنوها كده، تحسوا ان انتوا فرحانين بيها كده. وهنسيبها بقى تتخمر. انا اخدت معايا وقت ساعة على حسب طبعا درجة الحرارة. المهم لحد ما حجمها يتضاعف كده. حجمها اتضاعف وبقى شكلها قمر كده. طبعا البوكس ده عشان نعرف قد ايه هي خمرت بس. وبعدين بقى هنجيب السطح اللي هنفرد عليه، هنرش كده يعني بدقيق عشان ما تلزقش مننا. وهجيبها كده وهي خمرانة من غير ما اطلع الهواء. هقسمها بقى نصين، او لو عاوزين تفردوها كلها على مرة واحدة عادي. انا قلت هقسمها كده وافرد نص نص، وهركن النص ده شوية. هاخد بقى النص ده هبدأ افرد فيه كده. هنفرد بقى بايدينا او يعني بفردة العجين عادي. المهم نفردها ويكون سمكها مش عاوزينها رفيعة قوي، تكون كده ارفع من يعني الفردة بتاعة السينابون. يعني السينابون بنخليه سميك شوية، لا دي خلوها ارفع منها شوية.
بس كده بعد ما فردتها. وبعدين بقى هضيف الخليط. انا الخليط ده عملته ب3 معالق من الزبدة و3 معالق من السكر ومعلقتين قرفة. انا جربت الخليط ده، حسيته حلو قوي وبتفرد كده بسهولة، وكمان حسيته فرق في الطعم تقريبا. بس هي يعني مش هتفرق كتير برضو. ممكن تعملوها زي ما مثلا بنفرد الزبدة وبعدين بنرش السكر بالقرفة، هي بس حسيت ان هي دي خطوة اسهل وبتتفرد بسهولة كده. طبعا هنبدأ نفردها بقى على العجين كله، وهنبدأ بقى في تشكيل الفطاير بتاعتنا دي. هنجيب طرف العجينة من الناحية دي يعني نطويه كده او نطبقه كده، وكمان الطرف التاني يعني نطبقهم كده على بعض. بعديها بقى يعني هنظبط الاطراف مع بعض، وهنقص بقى الاطراف دي عشان يبقى الشكل معانا متساوي يعني. والاطراف دي مش هنرميها ولا حاجة، هنلفها تاني عادي ونعمل بيها واحدة صغنونة كده. وهبدأ بقى ان انا اقطعها كده في الطريقة دي في الوقت ده. انتوا بتتحكموا في يعني ممكن عاوزينها تبقى كبيرة شوية تبقى صغننة. انا جربت ان هي تبقى كبيرة وجربت ان هي تبقى صغيرة، وبصراحة الاتنين كانوا حلوين قوي، ما فرقتش كتير. باخد بقى يعني قطعة كده من اللي قطعناها، ببدأ اشدها كده او امطها شوية. هي العجينة طرية وهتتشد معاكو بجد، يعني سهلة قوي في التشكيل. وبعدين بقى هنقطعها يعني هنجيب بقى القطاعة، نقطع كل واحدة ل3، بس من النهاية كده مش هنقطعها، يعني في نهاية هنسيبها مقفولة زي ما هي. نقطعها كده 3 عشان هنعملها زي الضفيرة كده. بصوا التشكيل، نجيب طرف كده وطرف كده اكننا بنضفرها بالظبط، هو بيكون شكلها كده. بصوا شكلها جميل قوي بجد. بس وهنمسكها هنخلي النهاية اللي احنا مقطعناهاش دي بتكون في يعني في القاعدة من تحت كده، عشان هي دي اللي هتمسكها. وشكلها بجد عسول قوي. طبعا هنبدأ في الباقي كله هنشكله بالطريقة دي، وهنبدأ نتنيه كده ونلفه. بصوا شكلها جميل، يعني هي باين الطبقات بتاعتها باينة من دلوقتي. هنجيب بقى قوالب الكوب كيك، او ممكن صينية عادي، بس القوالب الكوب كيك ده بيخليها واخدة شكل حلو كده. هندهنه بأي مادة دهنية، وهنبدأ بقى نرص فيه الفطاير دي. وبعد ما نرصها هنسيبها حوالي 10 دقايق برضو ترتاح كده. بصوا شكلها عسول قوي بجد، شكلها جميل. هي دي الكمية كلها اللي اتعملت معايا، حقيقي شكلها قمر. هندخلها بقى الفرن على حرارة 200 لمدة 15 دقيقة. كمان قبل ما ادخلها الفرن، بس انا الموبايل فصل، حطيت معلقتين كده من اللبن وصفار بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ودهنت الوش بتاعها قبل ما تدخل الفرن عشان وشها يحمر كده. طبعا من غير اي صوص من غير اي حاجة، بجد هي خطيرة. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك.